السلام عليكم أحبتي في الله، صحة رمضانكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم، رمضان مبارك، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لهنا راني نوري لكم واحد الأخت صاغصاتني قالت لي واش من نوعية البورة كديريها. أنا ندير هذه النوعية بالنسبة اللي عايشين في فرنسا تلقاوها في أش ماركت ولا في أسلافود. أما بالنسبة للجزائر ما نعرف اسكو كاينة ولا ما كانش. علاش أنا نحب هذه البوراك لأنه يجي مقرمش، ميم يبرد تقعد هذيك القرمشه نتاعو وما يشربش الزيت بزاف، ولا كولور تاعو تعجبني، تجي دوغي تجي هايله. يعني ميم الاخر البوراك الاخر يجي مليح بصح يشرب الزيت بزاف في القليه نتاعو ويتكل لازم هو حامي، خاطر شكون يبرد تروح له هذيك القرمشه ويطلق روحه. على بها يعجبني هذا البوراك مليح. تلقوها في الكونجيلاتور، يعني في الكونجيلاتور يجي هذا مكونجلي. كي تستعملوها برك سكروها مليح وتاعها تديلكم مدة طويلة في الاستعمال تاعها. لهنا طيبت أيضا المطلوع، شاركت معكم دقلة نور أيضا اللي ما تخطي حتى طابلة سواء جزائرية أو غير جزائرية، يعني من أجود التمور في العالم. لهنا حنروحوا لطريقتي في تحضير الشوربة تاع الفيرميسيل. لهنا عندي قداش طريقة، هذه من ضمن الطرق اللي نديرها. عندي لهنا في طنجرة عندي 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، عندي ملعقة صغيرة يعني من السمن. لهنا ما نكثرش لي دم لأنه حنستحمل اللحم تاع الغنمي. لهنا عندي عود تاع او غصن تاع كرافس، عندي الدبشه خليتها كيما راه، يعني ما نقطعهاش، نخلي كلش كيما راه. عندي لهنا كميه من الخضر، عندي لهنا حبه بصل كبيره الحجم اللي كنت قسمتها لنصفين، عندي 500 غرام من الطماطم، يعني اللي كنت ايضا قسمتها لنصفين. ونخيروا الطماطم تاعنا تكون حمراء وتكون طيبه هكذا باش نتفاداو القروصيه تاع المرقه تاعنا، باش ما تجيناش المرقه تاعنا حامضه. عندي لهنا عندي زروديه، 2 حبات تاع زروديه، عندي الثوم ايضا 2 فصوص تاع الثوم، عندي الرند، عندي في التوابل نحتاج الى ملعقه كبيره من الفلفل الاحمر، ملعقه ورشه من الفلفل الاسود، وعندي ملعقه كبيره غير مملوءه من الكزبر الاخضر، وعندي ايضا رشه من الكرويه، وعندي ايضا نصف ملعقة كبيرة من الملح، دائما كمية الملح تبقى على حسب الرغبة. وعندي أيضا رشة أو ملعقة صغيرة من راس الحانوت، وعندي مكعب من مرق الدجاج لأنه مانيش راح نستعمل الدجاج. إذا حبيتوا تستعملوا صدر الدجاج ضيفوه، أنا حنستعمل غير مرق الدجاج. وعندي ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة. نخلط كامل المكونات والتوابل مع الخضر مليح، ونخلي الطجرة تاعي تتحمس على خاطرها، نضيف لها غير شوية نتاع ما. لهنا ايضا عندي 2 تاوع التمر، 2 حبات تاوع التمر هكذا باش نتفادى القروصية نتاع الطماطم. والله تحبوا ديروا ملعقة صغيرة من السكر، لكن من الأحسن أفضل نديروا التمر خير. لهنا نخلي الطنجرة تاعي تتقلى على خاطرها، قد ما تتقلى الطنجرة تاعي قد ما تجيني الماركة تاعي ولا لاصوب تاعي تجيني بنينة. لهنا نروح للتتبيلة او الماريناد تاع الدجاج. ايضا نديروا الطاجين تاع اللوبيا خضراء، لوبيا ماشطو. لهنا حنتبل الدجاج وحده. لهنا في الصحن عندي لهنا 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، عندي ثوم اللي كنت رابيته حوالي 3 فصوص تاع ثوم، عندي كمية لا بأس بها من المعدنوس اللي كنت قطعته، عندي أيضا عندي حبات الهيل اللي كنت قسمتهم كما راكم تلاحظوا، قسمتهم شوية حليتهم شوية. لا عاد عندكم المطحون ديروا نصف ملعقة صغيرة. أيضا عندي لهنا ملعقة صغيرة من التوابل تاع الطاجين تاع أي، يعني أي توابل تحبوا ديروها. أنا لهنا عندي ملعقة صغيرة من توابل الطاجين، عندي ملعقة صغيرة من الكاري، عندي ملعقة صغيرة من أو رشة من الفلفل الأسود، وعندي ملعقة صغيرة من الكركم، عندي ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، وعندي مكعب من مرق الخروف. لهنا حنستعمل مرق الخروف في الطاجين. أيضا عندي 2 ملاعق كبيرة من الماء. أيضا عندي ملعقة كبيرة من ال من الليمون القرص. لهنا نحكم ندمج مليح المكونات. وأيضا عندي الملح، دائما كمية الملح تبقى حسب الرغبة، وما تكثروش الملح لأنه نديرو في حسابنا بلي درنا مرق الخروف وفيه مالح،
يعني فيه الملح. لهنا نحكم نماريني الدجاجة تاعي. لهنا من أفضل تمارينيوه الليلة من قبل، والله على الأقل ساعتين، على الأقل ديروه ساعتين هكذا باش آه، هذيك التتبيلة تدخل مليح في الدجاج والدجاج يجي بنين معكم. لهنا نتبلت الدجاج ونخليه على جهة. نرجع للماركة نتاعي للطنجرة نتاعي بعد ما تحمست مليح. غطيتها بالماء، غمرتها بالماء. عدت لي حوالي لتر ونص من الماء. غير تغلي برك. لهنا حنضيف شوية من القرفة. لهنا ما نحبش تكون القرفة مجهدة، حنضيف شوية. اللي يحب القرفة يدير نص، يعني انا ما نحبش القرفه تكون مجهده بزاف. راح نضيف هذاك شويه نتاع القرفه ونسكر الطنجره تاعي ونخليها على جهه. نروح للطاجين تاعي، الطاجين تاع اللوبيا الخضراء. لهنا تحبوا ديروها في الطاجين ولا في الطنجره كما تحبوا. انا لهنا حنديرها في الطاجين. لهنا عندي 3 ملعقة كبيره من زيت الزيتون، عندي شويه من السمن. ايضا لهنا عندي حبه بصل اللي كنت قطعتها لهلالات. نخلي البصله نتاعي تتقلى مليح بخاطرها وتطلق السكر تاعها وتجينا بنينه هكذا باش تجي الطاجين تاعنا يجينا بنين. نخليها تتقلى مليح حتى تطلق السكر تاعها كما قلت لكم وتذبال معنا وتجينا دوري. من بعد لهنا راح نضيف الدجاج. من بعد لهنا عندي ملعقه كبيره من الطماطم المصبره. لهنا حنفرغ الماريناد مليح على الدجاج، لانه لهنا ما راح نضيف الماء نهائيا للطاجين. راح نخليو غير هذاك الدجاج بالخضره اللوبيا هذيك اللي تطلق الماء نتاعها، والطماطم ايضا تطلق الماء نتاعها. من بعد لهنا عندي حبه طماطم كبيره الحجم اللي كنت قشرتها ونقطعها ايضا الى هلالات. لهنا ايضا راح نضيف شويه من القرفه، ما نكثرش القرفه، واللي يحب كما قلت لكم القرفه يكثر يدير نص، ولا انا ما نحبهاش تكون مجهده بزاف. لهنا عندي حبه طماطم كما قلت لكم تكون طايبه مليح مليح هكذا باش الطاجين تاعنا ما يجيناش قارص. من بعد لهنا خليت الدجاج نتاعي يطيب مليح وراني نقلب فيها من حين لاخر. لا درتوها لهنا في الطاجين عندكم تغفلوا عليها هكذا باش البصله هذيك والطماطم والتوابل ما يلزقوش في القاع ويتحرق معكم الطاجين. حركوها من حين لاخر. لا درتوها في الطنجره يعني ديروا كل شيء مع بعضه وسكروا الطنجره نتاعكم. من بعد لهنا راح نضيف اللوبيا الخضراء بعد ما غسلتها مليح مع الخل، وايضا راح نضيف معها الشامبينيون الفطر يعني اختياري، الفطر تحبوا تضيفوه تحبوا تنحيوه. من بعد لهنا كما تشوفوا فيها اني نحرك فيها من حين لاخر وسكر الطنجره تاعي او الطاجين تاعي نسكره ونخليها تطيب على مهلها وما ننساوش التحرك. من بعد لهنا نروحوا للمرقه تاعي بعد ما طابت. لهنا حنصفي اللحم راح نحيه هو والبواشيش هو والحمص نحيهم على جهه، والخضره تاعي راح نصفيها عادي. لهنا عندكم الاختيار تحبوا كل شيء غير تنحيوا اللحم والحمص تنحيوه وت وت وترابيو الخضره هذيك ولا صوص. تحبوا يعني ترابيو غير الخضره برك. كما قلت لكم يعني كل واحد والطريقه نتاعو. انا لهنا حنرحي الخضره وحدها ونخلي لاصوص. وكاين اللي يحبوا ينحيو يرحيو كل شيء مع بعضهم. لهنا ما تنسوش تنحيو العظام نتاع التمر وايضا ورق الرند والقرفه ايضا ترميهم. من بعد لهنا راح نرحي الخضره نتاعي عادي. لهنا الخضره واش تحبوا ديروا تحبوا ديروا الجريوات، تحبوا ديروا معاها البطاطا، واش تحبوا يعني ديروا الخضره اختياريه. تحبوا ديروا غير واش درت انا غير الزروديه والطماطم يعني جات من ابن واروع ما يكون. بعد ما رحيت الخضره نتاعي عاود فرغتها رجعتها لاصوص هذيك
ونعاود ندير نرجع ايضا اللحم هذاك اللي اللحم والحمص اللي نحيتهم ايضا نعاود نرجعهم في اللاصوص. لهنا انا حنستعمل هذه الشعريه او هذه الشوربه، حنستعمل المتوسطه. تحبوا ديروا هذه رقيقه ديروها، انا حنستعمل هذه المتوسطه. دات لي حوالي 120 غرام من الشعريه من الشوربه، دات لي حوالي 120 غرام. لهنا راح نحط غير الشوربه نتاعي، نعاود نرجع كما قلت لكم اللحم والحمص، نعاود نرجعهم غير تهز تغليه برك، يبدا يغلي برك، نسكر على الغازينير تاعي ونغطيها هكذا، نغطيها غير في هذيك السخانه هذيك برك طيب لي الشوربه نتاعي هكذا باش ما تستعجلش، ما خليوهاش طيب بزاف ومن بعد نقدموها، لانه حطيب بزاف وتولي تستعجل معاكم الشوربه تاعكم وتجيكم طيبه بزاف. نروحوا لمائده الافطار. هذه هي المائده تاعنا. الافطار جا من اروع ما يكون. شوفوا ما قدرتش نصور لكم كل شيء لانه راح عليا الحال بكل يعني الصراحه، راح عليا الحال ما قدرتش نصور لكم كل شيء. لهنا هذه هي لاصوب تاعنا، جت رائعة. رشيت عليها رشة تاع كزبر خضر. ولا هنا هذا هو الطاجين كما شفتوا. الطاجين ما قدرتش نصور لكم كل شيء. الطاجين راه كانت فيه لاصوص يعني راهي لاصوص من تحت كما قلت لكم، برك قلبوه من حين لاخر هكذا باش ما يتحرقش معاكم. رشيت عليها رشه تاع معدنوس وزينته بشريحه تاع الليمون. وايضا اللي حبيتوا تحمروا الدجاج تاعكم في الفرن حمروه، انا خليته كما راه ما حمرتوش. وهذا هو المطلوع. ايضا جا خفيف ان شاء الله بربي، ان شاء الله نشارك معكم طريقه التحضير نتاعو. جا كل شيء من اروع ما يكون. يعني سمحوا لي برك ما قدرتش نصور لكم كل شيء كما قلت لكم راح عليا الحال. صورت لكم يعني غير الشربه هكذا، يعني صورتها لكم مليح. لهنا ايضا البوراك، هذا ماهوش بوراك، هذه تاع التورتيلا، قسمتها وحشيتها ثاني. جات من اربع ما يكون، جا مشمخ من الداخل وجا مفرمج. ان شاء الله بربي ايضا بربي ان شاء الله نشاركها معاكم. شوفوا عندي وصفات بزاف بصح ما نقدرش نشاركها معاكم. كما نعرفوا اليوتيوب فيه بزاف المونتاج، يعني فيه بزاف التفاصيل ويدي الوقت في المونتاج تاعو. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى الفيديو تاع نهار اليوم نال إعجابكم. صحة فطوركم، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى فيديو آخر بإذن الله. سلام.